دلوقتي اي بنت تروح عشان خاطر تشتغل في محل في اي مكان، تلاقي صاحب المكان بيقول لها لا والله مش هينفع عشان احنا طالبين مواصفات معينة، او خلاص تمام ماشي، سيبي رقم تليفونك وهنبقى نتصل بيكي، وما يتصلوش بيها، وهي بتبقى ماشية من المكان وعارفة ان مش هينفع تشتغل عشان خاطر النقاب. ليك انت صاحب محل بتطلب بنات بزي معين، انا نفسي اعرف هو انت طالب بنت في محل تشتغل عشان خاطر ايه؟ تفرج الزباين، تطبق هدوم، تعمل اي شغل، يعني اي حاجه ايا كان بقى، محل ملابس غيره وغيره وغيره. اللي هتعمله اللي لابسه بنطلون او بشعرها او بطرحه، ولا كانها لابسه طرحه، هي اللي هتعمله اللي لابسه النقاب، صح؟ يعني هي بس مش هنقوله مثلا يبقى في كافيه على البحر تروح منقبه تشتغل فيه، ما هو احنا برضو لينا اماكن معينه لازم ان احنا نشتغل فيها، بننقي الاماكن المعينه. ابسط حاجه اي مكان بقى غير اللي هي الحاجات اللي هي ما ينفعش اساسا احنا نعملوها، يعني نروحوا مثلا في كافيه نقدموا حاجات، دي مش هتليق لاي واحده منقبه. احنا بنتكلموا على المحلات، على اي مكان تاني ممكن تكون واحده لابسه النقاب تشتغل فيه، ويخشوا يبقى ايه مكتوب على المحل احنا عايزين واحده حسنه المظهر. هو انت جايب واحده حسنه المظهر في المحل بنطلون ومكياج ليه؟ هي يعني اللي لابسه كده هي اللي هتجيب الزباين، واللي لابسه نقاب مش هتجيب، اول ما يشوفوا المنقبه وهم داخلين من على الباب هيطلعوا يجروا. فانت كده بتدفع اي بنت تقلع النقاب تقول لا ده انا دورت والله على شغل ومش لاقيه، بقى دلوقتي النقاب مش حسنه المظهر، ما انت كده لا، يعني ما ينفعش انت تشتغلي معانا. فده موضوع يا جماعه مهم جدا، اي حد بيسمعني شيروا الفيديو، اي صاحب محل اي كده لازم تدي فرصه للبنات دولت ان هم يشتغلوا. ايه المشكله؟ هو النقاب دلوقتي بقى وصمه عار ما ينفعش ان احنا نشتغلوا بيه ولا ايه؟